لو شعرك بيتعبك بعد كل شاور، هيشان بقى وجفاف وتقصف وكأنك ما عملتيش فيه اي حاجة، طب ايه رأيك بقى في منتج بيقولك حطيه بدل الزيت ويظبط شعرك في دقايق؟ النهارده هنجرب مع بعض بديل الزيت من لوريال ونشوف هل فعلا يستاهل ولا مجرد كلام اعلانات. بصي بقى، كلنا عندنا المشكلة دي، تخرجي من الشاور شعرك بقى مبلول وحلو وجميل قوي، بعد نص ساعة بيتحول لكابوس، هيشان وتقصف وكأنك ما عملتيش فيه اي حاجة. طب هقولكوا على المنتج اللي انا جبته ده وجربته، وعايزة عايزة نقول لكم تجربتي واقول لكم انا استفدت منه ولا لا. هو يعني ايه اصلا بديل زيت؟ هو زيت زعلنا في حاجة؟ فقلت لازم كده اجربه واقول رأيي بصراحة. المنتج اللي معايا دي بديل للزيت من لوريال. فكرته ببساطة ان هو كريم بيتحط بعد الشاور بدل الزيت والسيرم. يعني بعد ما بتاخدي شاور وتغسلي شعرك وهو مبلول على طول، بتحطي بديل الزيت ده اللي هو من لوريال على شعرك. يعني خطوة واحدة بس بتفرق جدا، بجد حلوة قوي. انا كنت بقولك بعد ما نخلص شعرنا بنسيبه شوية ينشف مثلا حوالي 60-70%، بلاش نسرحه على طول. ده اول ما بنطلع من الشاور انا عايزة شعرك وهو مبلول تحطي عليه بديل الزيت ده على طول وهو مبلول، وبعد كده سيبيه ينشف براحته، وبعد كده تبقي تحطي الزيت اللي احنا اتفقنا عليه، كان فيه فيديو انا منزلاه موجود فيه كل ده بالتفصيل، وتبتدي تسرحي شعرك عادي. بس عايزه اقول لكم بجد حلو قوي، بيدي ترطيب عالي قوي، ترطيبه حلو جدا وبيفرق قوي. كريم كمان انا لاحظت ان هو قوامه حلو، مش تقيل ومش مائي زيادة. الكريم خفيف كده والشعر كمان بيشرب بسرعة جدا. ريحته بقى ريحة نظافة واهتمام كده، تحسي انك خارجة من الكوافير مش من حمام. طريقة الاستخدام: بعد ما بتغسلي شعرك على طول اهم حاجة، بس طبعا يعني يبقى ناشف شوية من المية، مش يبقى لسه بينزل مية. حطي كمية صغيرة على ايدك وابدأي وزعيها على اطراف شعرك كلها بطوله. مهم جدا ان احنا نبعد عن الجذور، انا قلت لكم قبل كده ان احنا نبعد عن جذور فروة شعرك، نبعد عنها بتاتا. وزي ما قلت لكم ده بيتحط على الشعر المبلول او اللي هو المندي، يعني ما يبقاش لسه ما نشفتوش بالفوطه مثلا، لا نشفيه الاول وبعد كده تحطيه عليه. النتيجه بعد ما الشعر بقى بينشف، عايزه اقول لكم هيشان قل بنسبه كبيره جدا، الشعر بقى طري وناعم، اسهل بكتير كمان في التصفيف، ان انتي وانتي بتسرحيه بقى سهل قوي، وبيدي لمعه خفيفه حلوه مش دهنيه، واهم حاجه الشعر شكله طبيعي مش مزيت، وملمسه مش ملمس دهني. الحاجات دي دي اللي حبيتها فيه. خليني اقول لكم المميزات بصراحه، بجد هو فعلا بيقلل الهيشان وبيسهل التسريح جدا، ريحته حلوه مش بيخلي الشعر دهني زي ما قلت لكم، وسريع وسهل جدا، وكمان مناسب للروتين السريع. يعني بشويه منه بس فرق في ملمس شعرك جدا وخلاه طري قوي. الحاجات اللي ممكن ما تعجبش ناس كتير، لو انت شعرك جاف قوي، يعني جاف جدا اللي هو الشعر الجاف قوي او متقصف، مش هيبقى نتيجته زي الشعر زي ما يبقى شعرك مثلا يعني ناعم. ده مختلف يعني. لازم يبقى شعرك، حتى لو شعرك مثلا لو جاف قوي حاولي تضيفي كمية اكتر من الكريم علشان تديكي نتيجة. بلاش حبة صغيرين، ممكن لو حبة صغيرين، لو انت شعرك ناعم حطي حبة صغيرين هيكفوا شعرك كده كله. بس كده، وبعد كده ممكن لو زي ما قلت لكم الشعر الجاف، مع الماسك اللي قلت لكم عليه كان فيه فيديو منزلاه روتين للشعر. الماسك ده لو عملتيه مرة في الاسبوع كنت منزلاه بالتفصيل مع بديل الزيت ده، هيفرق في شعرك جدا، وهتلاقي الجفاف قل كتير وبقى انعم من الاول. يعني هو مش بديل للعناية الكاملة، لأ، بس هو خطوة قبل الزيت، بتفرق جدا في شعرك وبتسهل التسريح بتاعه وبتديله لمعة حلوة قوي زي ما قلت لكم، مش لمعة دهنية. بس كده،
قولوا لي بقى جربتوه قبل كده ولا لا، وعمل معاكم ايه؟ ولو منتجات شعر تانية ونشوف تستاهل ولا لا. قولوا لي رايكم كده في الكومنتات، وقولوا لي انتوا عايزين ايه تاني نجربه سوا مع بعض. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، ونستفاد كلنا من بعض.